السلام. اهلا بيكم اهلا بيكم. لايف في غرغرية القايلة. يعني مو اللايفات تجي كم في القويل باش يبدا عبد الطيرت لو يزيد ديريكت يدخل في السوجي. السلام السلام السلام. اهلا بيكم، ان شاء الله تكونوا بخير وصحة وسعادة. اهلا بيكم اهلا بيكم. مرة شيلي هاليامات، مرة شيلي في جرجيس ما شاء الله. صيف 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 حقاني. مرحبا. Connexion lente. Toujours la connexion est lente. Qui a fait un sujet très important. تبدا الكونيكسيون لونت. اهلا بكم الرجال، بارطاجوا اللايف عاد باش نحكوا عاد في شويه توضيحات في دو سيجي معناتها. اهلا بيك اهلا اختي شويخه، اهلا بكم الناس الكل والرجال، عاونوني بالبارطاج باش نحكي في زوز ولا ثلاثه مواضيع مهمه، وباش نحكي باش نبدا اللايف نتاعي على الموضوع اللي صاير هالايامات عليه بوليميك في تونس كامله. ما شاء الله عليهم الناس كلها محبي الحيوانات، واني مع الحيوانات خاصة القطاطيس. أنا من المدافعين ولا المدافعات على القطاطيس. أهلا بكم أهلا بكم أهلا بكم. أي هكا سيجي من هكا المية. الأساس أساس اللايف هو موضوع علمي، أساس اللايف متاعي هو موضوع علمي. اهلا بكم الناس الكل، مرحبا بكم. معكم الاستاذه نبيله كريمي كرعود، محدثتكم الرسميه حاليا من جرجيس. هالايامات فما فيديو قاعد يدور، فيديو شاب اعتدى بالضرب على حصان. الحق يعني ما نحبش الطريقه هيك في المعامله نتاع الحيوانات، وضدها 1000% ما يتبررش العنف لا على العباد ولا على حيوانات، ومع المحاسبه زاد، ومع المحاسبه على خاطر الجرم لا يغتفر والجرم ما يتبررش. اما الحاجه اللي باش نعلق عليها هي بعض الاشخاص اللي سوا ديزون ينقضوا في الموضوع، وجرجيس شوفوا شنو في جرجيس وشنو فما في جرجيس. اصلا الوضعيه هذه شوفوا فيها في نص البلاد التونسيه، أغلبية المناطق نشوفوا فيها حكاية العنف هذه المسلط على بعض الحيوانات، مسلط على العباد ومسلط على الحيوانات. ألوغ كي عبد باش يناقش الموضوع والسلطات اتخذت الإجراءات اللازمة. معناتها سي بون، فما عقاب، فما فعل وفما عقاب. الرويق والدواء وجرجيس، وشوفوا جرجيس، وشوفوا السياحة في جرجيس كيفاش، وشوفوا أهالي جرجيس كيفاش، وشوفوا شنو صاير في جرجيس وشنو صاير في جرجيس. ما صاير كان كل خير. طفل غلط تحاسب، سي بون، بون باغ. هاو تعالوا جرجيس، وفي الصفحات حتى اللي عمره ما تكلم على جرجيس ولا يتكلم عليها، عاد قد ما صارت نحن من كارثه في جرجيس عمرهم ما جبدونا. لذلك اللي يحب سوا ديزون يلعب على المشاعر نتاع المواطنين للتسويق او لضرب موسم سياحي في الجهه يستنبي ورقه. وكيما فما ناس تتكلم ولا تكتب هكا، فما ناس تخرج وتفسر الوضعيه. صار خطأ، غلطة كبيرة سماها غلطة كبيرة. فما عقاب قانوني جدي وجذري فقط. أما الحملة لضرب الموسم السياحي كامل في جرجيس زايدة. الأطراف اللي تحب تركب على أي موضوع يخص الجهة لضرب الجهة بروا قايلوا راس خان عليكم، بروا رقدوا انتم قبل راقدين وعمركم ما نضتوا معناتها الصغايان توا باش يعملوا لنا هالبوليميك هذا الكل. واهالي جرجيس وشوفوا شنو صاير في جرجيس، ما فيها كان الخير، جرجيس ما فيها حتى شيء، فيها غلطه نتاع صغير. انا مشيت تربى على روحها ويربيه القانون، واني مع المحاسبه ومع العقاب. كما نكلم المحاسبه عليكم الخونه والمرتزقه، ونخرج في قداش من لايف نحكي على وضعيه البلاد وعلى الامن القومي، نفس الشيء. المحاسبة أو القانون كالموت لا يستثني أحدا. ما فما حتى اختلاف، وما نبررش يعني الاعتداء على مواطن ولا الاعتداء على حيوان ولا الاعتداء على أي شخص. ما نبررش العنف، ما نبررش جملة. واللي غلط يخلص، سيتو. وهذه المشاهد برشا قاعدين نشوفوا فيها برشا، ويا ريت تصير حملة مراقبة على الحيوانات، زادت حملة مراقبة كاملة صحية. يا ريت يكون التحرك قانوني
اعمق من انه يختصر على فعل شخص. وعلى فكره الناس اللي هلامات عاملين بوبلي على جرجيس راهو اللي صور الفيديو هبطوا من جرجيس، معناتها اهل جرجيس هم اصلهم ما همش راضيين بالفعل. زايد ما سي بون سكر الموضوع. تو نجيكم الموضوع زوز مواضيع سمحه، رجاء بارطاجوا اللايف. زوز مواضيع سمحه. شابونا زايد عندكم سياحه؟ لا عندنا انت يا اختي، تعالي انت الجرجيس وصيفي يزي مرحبا بيك. عندكم سياحه؟ لا ما عندناش سياحه، عندنا انت مرحبا بيك، تعالي انت بطخي في البحر. المهم نكمل عاد اليوم عاد باش نحكي لكم قصه قصيره. عاد المستشفى الجهوي بجرجيس وهو مستشفى خارب بأتم معنى الكلمه. هذا المستشفى الخارب الذي لا يملك ابسط الاساسيات اللي هي التحاليل، ما فيهش تحاليل للمواطنين اللي هو تحليل المخزون للسكري، قرابة 7 شهور منقطع على المستشفى الجهوي بجرجيس. شنو دور المستشفى هذا بالنسبة للمواطنين في ذروة في بريود نتاع ذروة اللي هي لا قدر الله تصير ديزاكسيدون، لا قدر الله الناس تمرض، ناس تسمم، ناس بتموت. هذا المستشفى 7 شهور تجي تعمل تحليل يقول لك ما هناش التحليل، الماكينه فاسده. 7 شهور الماكينه فاسده ما صلحتوهاش. هي ما نلومش عليهم. انا اول حاجه حكايه المستشفى الجهوي بجرجيس ما نلومش، ديجا البلاكه نتاع المستشفى انا فاسده من فوق ما تشعدش. الباب نتاع المستشفى ديجا مصدي ومكسر. الحيوط نتاع المستشفى مقرقشين في جرجيس، مقرقشين ومندين وقريب يطوح على روسنا اللي هو التحليل. ما هناش ابار التحليل. الكلاب السايبه تدور في المستشفى الجهوي بجرجيس. القطاطيس فوق السرير نتاع المرضى وعندهم حساسيه وتشكوا 1000 مره. قالوا يا رجاء من السلطات تتدخل لحمايه المواطنين من الكلاب السايبه، وفما ناس ما تنقشلوا بر. وتو نرجعوا لموضوع التحاليل. وعلى فكره مش كان تحليل المخزون نتاع السكري، برشا تحاليل ناقصه. ما هو دور المستشفى هذا في المواطنين؟ يمشوا للبريفي يعني اشاك فا بروا للبريفي ما عندهش فلوس يموت. اللي ما عندهش فلوس يموت. وين المنظومه الصحيه المجانيه ومنظومه الصحه التعليميه مجانيه؟ كلمه مجانيه هذه نحاها من قاموسكم وقانونكم، نحاها من القانون كلمه مجانيه. نحو المستشفى يستقبل حالات، واللي حج واللي عوق، واللي يعرف روحه بيموت مش لازم يمشي المستشفى، واللي عنده شويه فلوس يمشي يعمل تحليل، واللي ما عندهش فلوس برا موت كداكم. هذا هو المستشفى. بدلونا الاسم تاع المستشفى الجهوي بجرجيس مستشفى منحصر في بعض الجروح. قرصتكش نحله، لدغتكش عقرب، ضغطش، وجعتكش كرشك، جاتكش حساسيه، جاتكش دقه في عينك، سنك وجعتكش. هذا هو المستشفى اختصاص باش يعمل تحاليل ويراقب المواطنين وينظم حتى التسجيل، وينظم التسجيل ويشوف المواطنين ويشوف شنو نبيهم وشنو عليهم. لا ما فما حتى شيء. هذا المستشفى الخارب اللي حتى حيوطه مقشرين. رجاء من السلطات وقت اللي تجوا تعملوا زياره ميدانيه ما عادش تعلموهم، ما تقولوا لهمش. فما فتره في جرجيس دهنوا السبيطار فوق رؤوس المرضى. كي يجي مسؤول يبدو يقرقشوا فوق رؤوس المرضى ويدهنوا، وتلقى 3 ولا 4 يجوا ورا المسؤول باش يبعدوه على البلوك ولا يبعدوه على الحيط المقشر. رجاء اللي يحب يعمل زياره لمستشفى جرجيس يجي زيارات فجئيه، يجي زيارات فجئيه وما فيهاش استراحه وما فيهاش مشوي وما فيهاش عود. يجي كان يزور ويشوف الخلل يبصيهم طول، مش استراحه في جرجيس. نمشوا لجرجيس والمستشفى خارب، محطة النقل مقشرة، متاع الفلاحة مقشر، مؤسسات الدولة في جرجيس أغلبيتها مقشرة وخاربة. من بلاد وجهة يخرج منها الملح، يخرج منها الزيت. جالية تونسية ما شاء الله دخل في فلوس زرقاء، في الآخر نقص سبيطارنا كاكا خارب المستشفى. مشيت اليوم الصبح قعدت نشوفك وبالك تقولوا، والناس اللي في المستشفى روني اليوم الصبح وسخ في البيبان تقريبا واحد من الكلاب شد حمامه كلاها. والله كثر العمي ضحك، شد حمامه كلاها في باب المستشفى. قعدت الدنيا مريشه هكاكا بالريش وبالوسخ. تو هكا مستشفى. تو الناس المسؤولين وقت اللي يشوفوا مؤسسه الدوله، هيبه الدوله تطيح بمؤسسه خاربه زي هاكي،
يمشي مواطن ما يلقاش التحليل، تمشي مواطنه باش تعدي ما تلقاش، يمشوا للبريفي ما عندهمش فلوس، ما عندناش فلوس زواوله، ما نكسبوا حتى فرنك. شنو تعمل المستشفى؟ شنو يدور المستشفى في جهه جرجيس؟ وعلى فكره هذا اللايف في اطار الدفاع على مكسب للجهه، راه انا لا نجبد اشخاص ولا يهمني فيهم ولا حتى انا حتى اللي ما يخدمش نحترمه، بيني وبين الاحترام، اما مادام في بلاصته ننقده. فاشلين اصفر فصل. مستشفى خارب مقشر بيطيح على روسنا والتحليل فيه ما فماش. المواطنين 7 شهور في جرجيس، 7 شهور هم بلاش تحليل، 7 شهور هم مشوا فيهم ويجيبوا، 7 شهور هم كل مره بيعطيه يولهم التاكسيات، يولهم البريفي، 7 شهور. حتى اجراء قانوني او اجراء اداري لمصلحه المواطنين ما عملوهاش. حتى يشوفوا في النساوين الكبار وفي الشيابين الكبار كيفاش سارين من الفجورات ويروحوا ويتمرمدوا قدام باب المستشفى وما عملوا حتى اجراء في جرجيس. 7 شهور وهكا المستشفى الخارب يقعد حياته كامله خارب، مادام ما فماش اراده سمحه وما فماش مسؤولين. المسؤولين هم على مستوى وطني وعلى مستوى جهوي وعلى مستوى محلي. تصير زيارات ميدانيه للمستشفى الخارب ويقولوا لهم علاش المخزون التحليل نتاع المخزون مهناش، علاش التحاليل نتاع المواطنين ما فماش، علاش السبيطار هكاك مقشر، علاش الوضعيه نتاع السبيطار هكاك خاربه. هذه هي الزيارات السمحه اللي ترتقي بالوطن والمواطنين، مش نهار كامل تهزوا في الملح وتهزوا في الزيت وتهزوا في الخيرات من جرجيس وتخلونا كان في الحفر وتخلونا في الدنيا الخاربه. ابسط شيء انه كل مسؤول يشد مسؤوليه يمشي يصلح، المدير يمشي يصلح، كل مسؤول شاد بلاصه هو يمشي يتفقد ادارته، يتفقد العمله، يتفقد الاعوان، يتفقد كل شيء تابعه ويعمل هو رقابه. واي اشكاليه في اي تجهيزات هو يبعث الرابور معاه، وحنا اهالي جرجيس نخرجوا نوقفوا معاه ونحتجوا احتجاج سلمي وقانوني في اطار مصلحه الوطن والمواطن. نخرجوا نحتجوا في اطار القانون والاطار السلمي، مش مستشفى خارب 7 شهور بلاش تحليل ومواطنين نهار كامل يكحوا في الفلوس يحسبونا راقدين على بنكه ولا شي الحكايه. هكا جيته موضوع علمي، يحسبونا راقدين على بنكه. اليوم والله عزيزه راقدين يستنوا من الفجر، يا راقدين في السبيطار باش يستنوا تحليل وبعدين يقولوا ما هناش. تشنية الحاله هذه وشنية المهزله هذه؟ سبيطار خارب برا، سكروا ايامه، سكروه، قولوا له ما راهو معطل ولا معطب، برا سكروها السبيطار اللي ما فيهش تحليل. كل تمشي الاداره يقول لك ما عندناش كان عندكم سيركوي اخر قولوا لنا عليه. يمشوا للبريفي معناتها يمشوا خلصوا بفلوسهم، واللي ما عندش فلوس يعمل عليه بصبري في عداد الموتى وفي عداد المفقودين. انا جيت موضوع علمي، انتم كلكم علمي، انا جيت موضوع علمي ديجا. انا ما عندي جمعه من اللي تكلمت على علمي، انا جيت موضوع علمي. الرجاء من السلطات المحليه والجهويه والوطنيه كانكم تخدموا بالحق وعندكم ضمير مهني. شوفوا لنا حكايه في موضوع التحاليل اللي مقطوعه في جرجيس. الناس تعبت من الفلوس، اللي عنده بيهز امه ولا باباه بيحللها، واللي ما عندش يعمل من غير لي رونديفو. عاد الوقت اللي عنده كونترول ولا حاجه اضرب 6 شهور قدام، 5 شهور قدام، تموت العبد ما يوصلش للرونديفو نتاعه. تيبي بالناس تعبت لا يزي هكا المستشفى القطب الصحي نزيد نذكر ونقول عليه القطب الصحي في وسط البلاد. قالوا لنا والله الميزانيه تهزت. نعم يا اختي ميزانيه تهزت، صحيته ما شاء الله عليكم، ما شاء الله الحوت عليكم. ميزانيه تهزت وانتم فاش تديروا الميزانيه تهزت؟ راقدين في غيبوبه مقيلين الناس واللي في تونس منتخبينهم. الميزانيه تهزت وانت يا بابا فاش تدير؟ الميزانيه تهزت انت وين؟ راقد ما في بالكش تقول لنا كانت هزت. هكا هو جرجيس يجي يخبرونا كان بالكارثه، ما عمرهم ما يجوا يفرحونا بحكايه، ما عمرهم ما يجوا يقولوا لنا حاجه تفرح. يقولوا لنا كان هكا تهز، هكا تكسر، هكا خلي، هكا جلي، هكا مشي، هكا تقشر، هكا بيطيح على راسكم. حتى الكيران جابوا لنا 3 كيران يترقصوا من بعيد، الكياس الحفره قد دروسنا الحفره من غير موضوع علمي. هاني جيت موضوع علمي لا هكاك بالضبط، لا بالضبط في موضوع علمي. ننتقل الان لموضوع علمي. مدة جمعة التالي جمعة هكاكا عملت لايف على موضوع الماء الغير صالح للشراب، اللي هو نتفق اولا قبل ما نحكي عن الماء اللي هو غير صالح للشراب. هو ماء صالح للطيشة
طيشه كومبليتمون باهي. وصارت المره اللي فاتت صارت وضعيه كبيره في جرجيس، وقال لك احنا نحبوا ناخذوا عينه من بحر جرجيس ونحللوه. وانا كتبت ستاتيو شنو قلت فيه؟ قلت الرجاء خذوا عينه من ماء الحنفيه وماء السباله وحللوه. ونفس الشيء الرجاء تاخذوا عينه من ماء السباله وحللوه. حللوا ماء السباله، ما تحللوش بحر جرجيس. بحر جرجيس نظيف، ماء السباله هو المسخ. ماء السباله اللي تعمل حتى تصبها في القاعه غير بتطير. والله اللي يدوش بيه يشيط، اللي يغسل شعره يولي كشيته، اللي يغسل ايديه يكلاحوا. هذا الماء اولا غير صالح للشراب، وننادي ونطالب السلطات باخذ عينات من ماء الغير صالح للشراب، وتشوفونا شنو تعطوا للمواطنين. شنو هالماء اللي طعم دجافال، هالماء اللي نص سديد، هالماء اللي احمر، هالماء اللي وقت تصب في السطل تبقى اون غروند بارتي معناتها حمراء تهبط لوطه في السطل. شنو الماء هالآفة وهالكارثة اللي تمدوا فيها للشعب التونسي؟ الماء هذا اللي تمدوا فيه للشعب التونسي منين جايبينه؟ راهو ماء غير صالح للشراب، راهو ماء صالح للعذاب. راكم قاعدين تعذبوا في المواطنين التوانسه، قاعدين تدمروا في المواطنين التوانسه، قاعدين تهلكونا في شعوراتنا وتهلكونا في وجوهنا وتهلكونا في صحتنا بهذا الماء الغير صالح للشراب. حتى قطاطيسنا مرضوا، شيهنا مرضوا من هذا الماء الغير صالح للشراب. قبل ما نحكوا على القصان، راهو ما يصلح لشيء، ماء لا يصلح لشيء غير من الزز المواطنين يستعملوا فيه، غير المواطنين اللي غالب علينا ملاش لاقين باش نغسلوا حوايجنا. والله لو لاقين ما نروح نغسل عوايجنا هاك، علاش نستعملوا في هذا الماء الغير صالح للشراب؟ غير صالح للشراب. موضوع القصان والله مهزله. ريت اللي مت مجموعه من النواب شادين معناتها كوم ديزافيش، شادين ديزافيش وشادين اوراق في مجلس نواب الشعب وعاملين وقفه احتجاجيه. ايه ده انا حشمت في بلاصتكم. مع احترام الاشخاص ننقد المسؤوليه وننقد الفعل. نواب تحتجوا في مجلس الشعب وعاملين ورقه اين الماء الصالح للشراب واين حق المواطنين، تم منتخبينكم علاش؟ انتم في مجلس نواب الشعب وتقولوا اين؟ ما نحنيش نقولوا النواب اللي انتخبهم المواطنين باش يدافعوا على حقوقهم عاملين وقفه في المجلس، والمواطنين يخرجوا يتعايطوا. هذا هو الحل. ما دام نواب في المجلس وتسالوا فينا احنا تقولوا لنا اين الماء، انتم بروا اسكتوا على الشركه التونسيه هذه لاستغلال المواطن. انتم بروا اسكتوا على الشركات التي تستغل في المواطن. انتم غادي بروا للادارات وعملوا زيارات فوجيه. عندكم دور رقابي، بنقول لكم اني على دوركم شادين 3-4 ورقات وتورونا فيهم، قال شنو ندافع على حقوقكم. لا الحقوق ما تدافعش بلا بلا بلا. تمشوا انتم تسكتوا وتشوفوا قداش السدود التونسيه شنو فيها، واسكي سدود منقوبه ولا، وتشوفوا شنو الاشكاليات من الشبكه المهترئه اللي عندها سنين ما تصلحتش، وتشوفوا السيستم المخوخ والاداره اللي فيها اشخاص قاعده تعطل فيها، وتمشوا تسكتوا على شركه نتاع المي الصونات تمشوا تسكتوا عليها وتشوفوا كيفاش خدمتهم وكيفاش جهات بلاش مي وكيفاش ناس وبلايص عطاشه. انتم تمشوا تعملوا دوركم الرقابي وتسكتوا على الادارات وتسكتوا على ان وجد سيستم غلط ولا ان وجد معرقل لابتزاز ولا التنكيل بالشعب التونسي. انتم تسكتوا عليه غادي وتقدموا قضايا كالزم والشعب معاكم. عملنا 3-4 ورقات اين الماء؟ الماء قص على المواطنين، كل يوم قص علينا هني في جرجيس، كل يوم. غير الجهات الاخرى، نعتذر من الجهات الاخرى ربما مانيش ملمه ببعض التفاصيل في بعض الجهات، اكثر حاجه ملمه بها في جهتي ما اي صوت من اي جهه اخرى نوصله بان كنا توانسه وكنا نحب بلادنا وندافع على بلادنا. اما مي مقصوص من الصباح لليل، وما يعملوا لقد نعملوا في اشغال نهار كامل تعملوا في اشغال. الصين بنت سبيطار في جمعه، الناس طلعت للقمره، الناس تطلع في الصواريخ، الناس قريب بتخش الخليل بالانجازات العلميه، وهم نهار كامل ها مصلحوا في تيو، ها مصلحوا في جعبه، هانا كسرنا الكياس هذا، هانا حلينا الكياس هذا 2 فرتكناها من بعضها، هانا خلكم حفر تطيحوا
فيها، ها بنجي نفرتكوا لكم ايامكم، ها باش نقص عليكم المي، يعملوا ترافو يخلونا كان الطراب والقش، يعملوا ترافو يخلونا كل حفره قد هكا، يعملوا ترافو يخلونا الجعبه وبعتالي بعد شهرين ثلاثه يتذكرها، يعملوا ترافو ما يعملوش حتى بانو، ما يقولكش فما حفره جايتك اضرب انت فيها وبعتالي برا شوف عاد ابخي شكون يرجع لك حقك، ويزيد يقص عليك المي. تنكيل بالشعب التونسي إلى سيادة رئيس الجمهورية، جاري التنكيل في منظومة بيئية فاشلة ومنظومة مائية فاشلة وسيستم متاع خدمة صفر فصل لكل مسؤول، صفر فصل ما يخدموش، صاغوا جمعة بلا جميع، الهشام الغضوير البلايص كلها بلا جميع، تونس كاملة تقريبا بلا جميع، تونس كامله بلا شمي. قال لك الماء حياه كل شيء، بربي جماعه اللي غادي في الكراسي يمكن عندهم ماء حياه، هذا يستهلكوا فيه ولا يشربوا فيه وباردين مبردين، ربي يبرد علينا الناس الكلها، اما مش حاسين بالمواطنين، نظن ما هبطوش للشعب التونسي وما شافوش، وعندهم الحق انه اللي عمل لك لافتات تبى رابط لجهتك وشوف الخور في جهاتكم شادين 3 4 ورقات كانت تصاوير كي اللي عندنا، حتى يعني مع كامل احترام الاشخاص، كانت تشك كان فما معرض، كان فما كسكسي قصاع، كان فما بسيسه، كان فما طباله، كان فما شطيح، ها ملولين، ها مصدرين هيك، ها مصدرين، اما الخدمه الصحيحه اللي باش يهبطوا الميدان يشوفوا المواطنين، يمشوا العرايض، مواطنين كلحت بالعرايض، كلحت بالعرايض، يا ودي اللي يعمل يا ودي يسمعوا. ها بنعطيكم ما امر وما اقسى في السواحل، قرابه 25 عائله، 20 إلى 25 عائلة عاملين مطالب للانتفاع بالماء الصالح للشراب، يوصلوا المطالب متاعهم من 3 سنين إلى 4 سنين، وفما اللي عنده مطلبة 8 سنين يستنى في الماء الصالح للشراب. في حس الجربي قرابة 15 عائلة عاملين مطالبهم تقعد ما بين 3 سنين و4 سنين باش يدخلوا لهم الماء الصالح للشراب. شماخ يجي 5 عائلات، شنية الظوير قداش من عائلة، قرابة 15 عائلة، الماء الصالح للشراب من غير البلاد، من غير الجديرية، من غير الغربات. هذا الماء الغير صالح للشراب لا عطيتوهولنا صالح ولا عطيتوهولنا طالح، ولا ما عطيتهم للمواطنين، ولا سهلتوا لهم اجراءات، ولا تكلمتوا معاهم، ولا قلتوا لهم شنو يعملوا، وقلت لهم ما طالبكم استنوا هاك تجيكم اللجنه، ها باش نعدوكم المدنيين، ويبدوا هم عاد مساكين من اللواج ومن الكار ومن تاكسي لتاكسي، والمواطنين يدوروا. قال لك شنو، تعال استنى المطلب نتاع المي، ها لا هذه تصنفت جهه فلاحيه، لا باش نصنف فيكم جهه صناعيه، لا اللي قبلك فما ناس عندي صور وعندي وثائق نتاع مواطنين جارهم عنده الضوء وهو ما عندهش الضوء، جاره عنده المي وهو ما عندهش المي، هكا يعطوه المي قال لك بعتالي صنفناها منطقه فلاحيه، والاراضي والديار اللي تبنت قبلها تمشي تكسكسها طيحاها ولا شديروا لها. شنو السيستم المعوج اللي تخدموا به؟ في هالتراخيص هذه نتاع المي، تراخيص نتاع مي في جرجيس تقعد ب3 4 سنين 5 سنين، ناس ماتت وما تاخذش ترخيص نتاع مي. في 2026 الناس قاعده تطلع للقمر وتكتشف في كواكب اخرى، واحنا قاعدين نكتشفوا في الحفر ونكتشفوا في الفويتات ونكتشفوا في الصناد. شنو الوضعيات هذه؟ خول غدير 3 عائلات هذه كلها في جرجيس، تاني وصلنا نص جرجيس بلاش مي، واللي يعمل مطلب يمشوه جيبوه، قولوا له ماناش عاطينك من الاول، احكوا مع المواطنين بالفرشه وقولوا لهم ماناش عاطيينكم المي وماناش معديلكم المي، وفما ناس عندي وثائق متاع ناس دافعه ومخلصه فلوسها وما عدولهاش. لماذا؟ بروا الى سياده رئيس الجمهوريه، السلطات في تونس بروا اسكتوا على الصناد، غادي يشوفونا حكايه التراخيص نتاع الماء، بروا اسكتوا على حكايه التراخيص وحلوا كما تلقوش دوسي قيل همك هيك تلقوه، دوسي سخطه يسخط تلقوه. ناس بلا شمي بروا تعالوا، لا استنى بيجيك اللجنه، لا برا اعمل عارضه، لا تعدى هيك المدنيين، لا ارجع لنا من هيك، لا برا لتونس، لا انت مشكلتك في تونس، مش هو مساكين يمشوا باقي لتونس، يعني ما ربي ساعات ناس كيفاش تدبر حتى ركوبه باش تمشي لتونس، وبعدين يرجعوك مدنيين. لا انت على مستوى جهه ومستوى محلي نتبعوا الهيكله الاداريه والهيكله القانونيه، وهات منك اللاوي وهات منك اللغه المضروبه، ويرجعوك المدنيين، ومن المدنيين برا ارجع بتجيك اللجنه، تستنى هيك اللجنه اللي يجيك يقول لك هذه ارض فلاحيه ما نشبيه جاري عند المي، يقول لك لا هكا جارك في الحكايه القديمه تو هكا، وشنية الثانيه بندخلوا لك المية على حسابك قداش 10 ملايين 20 مليون 50 مليون، في الاخر يقولوا له ارهن روحك باش يجيبوك المي. لازم هيك تزوم على المواطنين،
الرجاء من المواطنين يرهنوا روحهم، يرهنوا ديارهم، يرهنوا رزقهم، باش في الاخر تجيهم سباله وفعتالك يحلوا كالسباله يهبط لهم الماء الغير صالح للشراب. الدنيا كلها مقصوصه، الدنيا كلها مقصوصه، الدنيا كلها تقرب. لازم معناتها سياده الرئيس اشكفا هو اللي يهبط في زيارات ميدانيه. الهيكله كلها مخوخه، الهيكله كلها مخوخه، لازم هو معناتها يهبط يدور، لازم هو يتفقد، لازم هو يتفقد الادارات الراقده التعيسه اللي ما تخدمش في المواطنين، الادارات اللي نهار كامل تسك في النوم، اللي ما ربحنا منهم حتى شيء، نفس الوجوه عندها، ساعات تلقى نفس الوجوه عندها فوق ال10 سنين. وافهموا انتم البقيه، والبقيه هذا اللي صوتنا عليهم في تونس، لا أراكم الله مكروه، لا أراكم الله مكروه، النوم والخلاعة والراحة والاستجمام وما فما حد شيء، والصحيح يجيب ربي، والصحيح يجيب ربي. بالنسبة لموضوع المين، إذا ما فماش إرادة سياسية ولا ما فماش تطبيق القانون قوي، القانون كالموت لا يستثني أحدا، ويكون واحد وقت يطبق القانون ما فيش لا زيد لا عمر، الكل على بعض وقت تمشي الاداره وتلقى تقاعس من شخص راه يفهم غير سلسله كامله نتاع تقاعس، مش هو تقاعس بروحها هكاكا، سلسله كامله مخوخه. وفي موضوع الماء نفس الشيء، وخاصه موضوع التراخيص نتاع الماء في جرجيس، نقطه استفهام كبيره ونقطه سوداء هي التراخيص نتاع الماء بالنسبه لجهه جرجيس. تراخيص نتاع الماء نقطه سوداء ونقطه كحله، ويا ريت يتحل الدوسي هذا، يتحل الدوسي ويتحل الدوسي نتاع شبكه المياه. زاد هذه الشبكه المهترئه بالنسبه لجرجيس تيو عند سنين الله. على فكره هما وقت اللي عدوا الماء باغ اكزومبل ما عندهمش فيزيون ولا ما عندهمش نظره للقدام 20 سنين 30 سنين. اختصاصي قانوني مش اختصاصي طرقات، اما عندي كولتور جينيرال. اما وقت اللي عدوا الماء باغ اكزومبل يقول لك هذه ثنيه رئيسيه، هني فما عندنا نقولوا 10 عائلات، ما يحسبهاش 10 سنين 20 سنين قدام، يقول لك الثنيه هذه ولا الجهه هذه باش تولي 10 سنين 20 سنين قدام 200 عائله 300 عائله. لا، يعمل لك تيو صغير ويستنى باش بعتالي يتفرقع هكا تيو ويجوع بالتراكس وبالدنيا، ويقول لك تعبين واشغال ويخلوا لك الحفره هيك قد راسك، وبعتالي يقصوا عليك المي يقول لك جايين بقي بالاشغال، وهنا نصلحوا في ترى شنو في الزارات تقب، وهنا في الثنيه ترى مني فما زاد ضربه نتاع مي. مخاطر الاصلاح الرعواني والاصلاح الغير جدي والاصلاح الترقيع قاعدين يترقعوا، ما كمش قاعدين تصلحوا. عمرنا لا لنا اصلاح معناتها محترم لنغم، عمر لنا اصلاح حتى في اعوانكم مع كامل احترام الاشخاص. يعني وقت اللي نتكلم عليهم سي لحمايتهم وللدفاع عنهم، ما كمش ملبسينهم الزي تهبزوهم في حفر معبيه بالمية. والله يا مره اصلاح فويت في السواحل، يا العون يجبد في الهواك ويغطس للحفره فيها المي باش يكبس هو بخيب الواحد. اقسم بدين الله يعني قعدت نهارتها جيتي شوكي، قلت كومون سي هذا اصلاح؟ معناتها يجبد المي يوصلها للهني في الحفره ويغطس باش يصلح الحفره، وهم ما همش هني، لا سيستمهم صالح، لا انجازاتهم صالحه، لا كيفاش يصلحوا صالح، يرقعوا نهار كامل ترقيع. يصلح التيو هذا يصلح التيو في صاغو، يطربق له في الحسيان في جرجيس، يصلح تيو في حس الجربي، يطربق له في الغربات، يصلح تيو تروين في البلاد، يطربق له في شماخ، وهم نهار كامل يدوروا على بعضهم ونهار كامل المين مقصوص والخدمه يجيبها ربي. والله ما نجحت شيء، صفر فاصل. ولي الحق كمواطنه اني نوقد، ولي الحق كمواطنه اني نقيم ما دامكم قاصين علينا المي دي ماتان وسواق ومار مدين المواطنين، وانتم نهار كامل بك الكاميون تدوروا واكم جيتوا هانا الصناد عملنا اجتماعات هما باش نجون اللجنه، هانا مشينا اللجنه ارتكوا كان الحوت، ارتكوا كان الكرفات، كثروا من القهوه ومن المي ومن الرزات ومن العصير وكل شيء، وفي الاخر نحن كمواطنين ما صورنا حتى شيء منكم، ما صورنا حتى شيء. صورنا فقط الماء الغير صالح للشراب، وصورنا فقط الحفر، وصورنا فقط الفويتات، وصورنا حتى الماء الغير صالح للشراب. قاصين علينا كل يوم ايش يقول لك؟ على الاقل يعملوا لك بلاغ. ونعتذر من المواطنين، الرجاء سيتم قطع الماء الغير صالح للشراب، الماء الطالح للعذاب. هذا بنقصوا لكم عليه، بنقصوا لكم اليوم يحجموا يكتبوه، خاطر نهار كامل مقصوص، خاطر قصينا ديما ما نجموش يعملوا بلاغات.
وقانونيه. انا غير المواطنين بيقعد ماشيين جايين بنشكو بيهم نهار كامل، بنمشوا نشكو، عملوا عرايض، كلحوا، تكلموا، نادينا يا سياده الرئيس برا اسقط عليهم، الا المسؤولين هني يسقطوا عليهم في زيارات فوجيه. راهي الناس قلت لكم تدهن حتى في الليل، الناس تدهن في الليل، اسقطوا عليهم في زيارات فوجيه وحاسبوا وكونوا قويين وقت تاخذوا قرار. في القانون ما فماش، في القانون ما فماش مشاعر. يا طبق واعطيه الحس برا هز حاسبه. يا كانوا يسيبوني عليكم انما نهزكم تخربلوا في التراب مش تكسروا في الحجر في رمادة. ملا جماعه اللي هذا محلك انني والمواطنين. تو انتم المواطنين قصين علينا المية وانتم شني معناتها عندكم المية اموركم ماقله. ما هاك علاش النواب عاملين لنا 3 4 تصويرات. اين الماء؟ اين انتم؟ القذافي الله يرحمه قال من انتم؟ بالحق من انتم؟ اين انتم؟ من كل هذا عاملين 3 تصويرات وتصوير نركب في الفيسبوك. المسؤول الصحيح والسياسي الصحيح يهبط يشوف المواطنين في 44 درجة حرارة، المي مقصوص من الصباح لليل. فما ناس عندها ناس كبار في ديارها وناس عندها من ذوي الاحتياجات الخاصة اللي لازمهم المي. جماعة نهار كامل تنظر علينا. هنا مشينا عملنا اللجنة، هنا جينا عملنا اجتماع، اليوم عملنا استراحة، اليوم كلنا المشوي. أنا أي حاجة كليتها من رزق المواطن اسمح الأرباح. لا انسو المي يقص منا ويبدا عادك المكماك متاع الخزانات، ويبدا المكماك متاع الدولابات، وتبدا المكماك متاع المياه الصالحه للشراب. واني نتصور اني كمواطنه نتصور في تصوري ان هناك ملف كبير جدا من الحجم الثقيل في الموضوع هذا، خاصه المي مقصوص كل يوم ما تجيش. قلت لنا ما شاء الله الامطار خيرات، ما شاء الله السدود فاضت، السدود بتطيح على روسنا، ما شاء الله المطر دخل علينا في ديارنا. قلت لنا راكم سني شيخات بالماء الغير صالح للشراب. قلت لنا راه سني ماهوش باش يقص، ونسبة الانقطاع ستكون ضئيلة جدا. فما رعنا الا نسبة الانقطاع كانت كبيرة جدا وضئيلة يمكن كداكم. لا اسباب انقطاع التيار نتاع اسباب انقطاع الماء الغير صالح للشراب لانه ما فماش ناس تحب تخدم، ما فماش ناس تخدم في البلاد، ما فماش ناس تقدر بلادها، ما فماش ناس تحترم بلادها، ما فماش مسؤول يجي ويسأل يقول شنو هي المشكلة في الجهة هذه، يقول فما 3 4 اشكاليات. عندك قداش تنجم المقاول تلقى مقاول، ما هم يعملوا عادها مناظرة واش سي با كوا وانت دابش سي با كوا. قداش تقعد 3 شهور 3 شهور يقعدوا فيها 3 سنين 3 سنين هم صلحوا. واكبر دليل القنطرة انا ما قلت لكم المره فاتت جبت على موضوع القنطرة باش نختم به اللايف نتاعي. قداش عندها من عام القنطرة في الاشغال وانا في الظلام؟ قداش عندها من عام هاكي؟ وقت لاني نولي عزوزه ولا اني نبدا مسنه كبيره في السن نبدا لكم في 80 وندير لكم لايف واني في 80 ونقول لكم الحمد لله هجتنا هاكي القنطرة والحمد لله كملوا لنا اشغال القنطرة. هاكي وقتها كي نبدا اني في 80 تكمل الاشغال نتاع القنطرة. وكهو يدير لنا ربي نايب من عنده. وان شاء الله البلاد ما تتصلح كان بزيارات فجئيه، كان قانون كالموت لا يستثني احدا، وكان بمسؤول يكون رجل دوله ولا مرأة تكون امرأة الدولة وتحب بلادها وتدافع على بلادها بنية صافية. والمحاسبة اللي هي اهم حاجة. المحاسبة وقت تمشوا الادارة يسكتوا عليهم يرحيهم. كان لازم حتى طرد الكل. هذا الكفاءات التونسية شادة الحيوط، الكفاءات التونسية البطالة اللي بتجتهدها اللي تحب بلادها شادة الحيوط، عرسولها. ما شاء الله عليك يا رجال، عرسولها. برا عرس انت يا رجال، اني نقريك. المهم ربي يدير لنا نائب الناس كلها، وان شاء الله تتصلح بلادنا، ما تصلح كما قلت كان بالزيارات الفجئيه وكان بالقانون وكان بالمحاسبه. المحاسبه كما شملت الخونه والسراق لازم تشمل الادارات اللي قاعده عندها انتدابات قديمه متغلغله وتضرب في السير الصحيح للدوله وفي الاصلاح الصحيح للدوله. ربي يحمي بلادنا. صيانه المعدات ما فماش معدات من اصله باش يعملوا لها صيانه. فما سيستم قديم حطوه قديم من اصله في الكياس، ما تنجمش تصلح قداش من كيلومتر، لازمك تعاود كومبليتمون. اللي قاعد نشوف فيه تو لازم يتعاود، مش نتاع اصلاح.
على خاطر حتى كونسيرنون لي فويت وكونسيرنون معناتها لي ديغا اللي يعملوا فيه مش نتاع اصلاح تنقيعي، نتاع اصلاح جذري، نتاع اصلاح جذري ومتاع محاسبه صحيحه، ماهيش نتاع جوي يجهروا ويغطوا بالتراب، ويغطوا بالتراب. لا لا، نتاع نحي وعاود، نتاع نحي وعاود، ماهيش نتاع اصلاح نتاع نهارين ثلاثه، نتاع نحي كومبليتمون وعاود. ان شاء الله تتصلح بلادنا، ان شاء الله تتصلح بلادنا. ورجائي من سياده الرئيس انه يعمل زياره فجئيه للشركه التونسيه لتوزيع واستغلال المياه، وتشوفوا العرض بقدره الله. وربي يحمي بلادنا. سلام الناس الكل.